عباد الله، كان ابن عباس رضي الله عنه يعرض على غلمانه وعبيده ويقول لهم: من بلغ منكم زوجناه، من بلغ منكم زوجناه، أن يدعوهم إلى إخباره ببلوغهم وإلى إخباره بحاجتهم إلى الزواج، ثم يحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. وهكذا نعم اهتمام بالشاب من أبيه ومن أمه ومن مجتمعه حتى لا يذهب في طريق الفساد والإفساد، ويجتمع في ذلك الاهتمام بالذكور والإناث. النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وعمرها 9 سنوات، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج فاطمة وعمرها 15 سنة، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب ابنة فاطمة ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها 13 سنة. وهكذا كانوا يسارعون في زواج الذكور وفي زواج الإناث لأمور. الأمر الأول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. الأمر الثاني لتكثير نسل هذه الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. الأمر الثالث حصول الأنس والعقالة والرحمة في هذا الشاب، فإذا بقي عازبا تجد منه الطيش، تجد منه الانفلات، تجد منه الخروج من البيت وعدم الدخول فيه، وتبقى خائفا عليه أن يكون مع الفاسقين، أن يكون مع السيئين، إما في أكل القاتي وهو أدناه، وإما في شرب الخمور وتعاطي المخدرات أو معاقرة الزنا واللواط إلى غير ذلك من البلايا والخزايا. فلنعاجل جميعا في تزويج أبنائنا وفي تزويج بناتنا، فإن الله عز وجل أخبر أن ذلك رحمة ومودة وسكينة وسكنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فراش